السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض بقى الخبازه اهيت. انا قطفتها بالشكل ده كده، بس سبت اهوت برضو عشان اللي ما يعرفش شكلها. اهي بنات بتبقى بالشكل ده كده اهي، شكل الورده كده اهي. بنروح مقطفينها زي الملوخيه كده بالظبط اهي بالشكل ده كده. طبعا بنحط عليها كزبره خضراء اهي. بناخد الورقه الخضراء بس، مش العود كله، الورقه الخضراء بس. هنغسلها بقى طبعا كويس قوي قوي قوي، عشان ورقتها بتبقى متنيه كده، بيبقى جواها تراب، فلازم نغسلها ايه غسله كويسه قوي قبل ما نحطها تتسلق. خلاص انا غسلت الخبزه كويس قوي اهو زي ما قلت لكم اهي. هحطها بقى في الميه، طبعا انا حاطه ميه على النار اهيت بتغلي. هضيف بقى الخبزه ده. ايه كيلو خبزه يا حبايبي؟ هقلبها بقى كده تقليبه كويسه. انا حطيتها اهيت في الميه، قلبتها طبعا تقليبه كويسه. هضيف بقى عليها الكزبره الخضراء اهي. ولو عندك سلق حطي سلق، بس انا ما عنديش سلق. السلق اللي بنحطه على القلقاس يا حبايبي، لما بنيجي نعمل قلقاس بالخضره بنحط سلق اهي. انا اكتفيت بالكزبره الخضراء بس. تغلي بقى حوالي 4 دقايق كده كفايه قوي، واطفي عليها كده. خلاص رجعت لكم تاني بقى. الخبزه كده اتسلقت اهيت، انا سبتها 4 دقايق بس اهي كفايه. هصفيها بقى عشان اضربها في الخلاط. هصفيها بقى في المصفى كده تتهوى بس شويه عشان اعرف اضربها في الخلاط يا حبايبي. على ما الخبزه تبرد بقى عشان اضربها في الخلاط، هجهز بقيه حاجتها كده. انا معايا حله على النار اهيت، هحط فيها حته زبده كده صغيره اهي. دي زبده بقري اللي هي الصفرا. عليها معلقه زيت كده بقى. خلاص انا حطيت حته زبده وشويه زيت. انا معايا بصلايه مبشوره اهيت، ومعايا طماطمايه مبشوره، ومعايا توم على كزبره مدقوقين. هاخد بقى البصلايه الاول كده. انا حطيت كده البصلايه المبشوره الاول اهو يا بنات، كده بشوحها تشويحه كده بس. كده البصلايه اتبلت بالشكل ده. هحط بقى عليها ايه الطماطميه المبشوره. كده بقى خلاص الطماطم اتسبكت مع البصلايه اهي. هضيف بقى الشوربه. انا كده عندي شوربه بطه اهي يا حبايبي. الشوربه بقى اللي عندك حطيها، بس اللي انا شجعني ان اجيب الخبازه ان انا عندي شوربه بط، شوربه لحمه، اي شوربه هتبقى جميله. هاخد بقى يعني توم من اللي هو مدقوق ده اهي، حاجه بسيطه كده هحطها في الشوربه، عشان لسه انا ايه هعمل لها التقليه بقى بتاعتها زي الملوخيه بالظبط. طبعا عارفين فوائد الخبزه حبايبي جميله قوي قوي قوي. هي ما تفرقش عن السبانخ وعن الملوخيه، كلها حديد وكلها فيتامينات. مكعب ماجي اهوت. لو اني انا مش بحب الماجي على الاكل كتير، نادر لما بحط، بس ولادي بيحبوا الماجي كده. انا حطيت مكعب. مش عايزه تحطي الماجي بلاش. خلاص بقى الشوربه بتاعتي غليت. انا حطيت معلقتين رز حبايبي، بس ما جوش في التصوير اهو. معلقتين رز مع الشوربه فاستووا خلاص. هضيف بقى الخبز.
انا ضربتها في الخلاط، بس طبعا انا ما ضربتهاش ضرب جامد عشان ما تبقاش ايه ناعمه معايا قوي. ضربه صغيره كده وبفصل، ضربه صغيره وبفصل. عشان انا عايزاها زي ما تكون متخرطه بالمخرطه. طبعا الملح بتظبطيه بقى زي ما انت عايزاه. انا كانت شربتي عليها ملح، وطبعا حطيت الماجي فاكتفيت بكده. خلاص بقى على ما الخبزه بتاعتي تغلي انا اكون ايه عملت لها التقليه بتاعتها. ده طبعا توم على كزبره ناشفه زي الملوخيه كده بالظبط. التومه بتاعتي بقت ذهبي اهي، كفايه كده. كده بقى خلاص الخبزه بتاعتي برضو استوت. انا ايه هجيب شويه همت واحطهم على طشه على التوم اهو. ما شاء الله اهي يا جماعه، ريحه وطعم جميل جميل جدا جدا. وكفايه فايدتها، كفايه الحديد اللي فيها والفيتامين اللي فيها. خلاص كده، خلاص انا هطفي عليها بقى.